يا جماعه كل الحاجات اللي جايه دي لو ببلاش ابوس ايديكم ما تشتروهاش. يتربع على عرش تلك القائمه معجون الاسنان اللي بالفحم. جماعه الناس اللي نشرت ثقافه ان معجون الاسنان اللي بالفحم ده بيفتح الاسنان، يا ريت تاني ترجع تنشر ثقافه ان معجون الاسنان ده مضر جدا. منظمه الغذاء والدواء الامريكيه حذرت من استخدام اي وسيله تبييض داخل فيها الفحم لانها بتحتوي على طين اسمه طين البنتونيت، وده فيه نسبه عاليه من الرصاص، فاظن واضح هو خطير قد ايه. رقم 2، اي معجون مبيض. المعاجين المبيضه على المدى البعيد بتضعف الاسنان وبتعمل حساسيه شديده للثه، فلو يعني هموت واستخدمهم تبقى مره واحده بس في الاسبوع او بالكتير 5 مرات في الشهر. رقم 3، قدرة التفتيح. هو احنا ليه بنتعامل مع اسناننا على انها بشرتنا او على انه جسمنا؟ هنعمل اسناننا كمان سكراب؟ للاسف التكوين بتاع الجلد او البشره او الجسم بيختلف تماما عن سطح الاسنان، فاللي يقدر يستحمله الجسم من سكراب او غيره الاسنان ما تقدرش تستحمله، انك كده للاسف